انهيار وصدمة عمرو أديب بيفاجئ الجميع بتصريح مثير جدا بعد فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بخماسية لن تصدق ماذا قال. في البداية ما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. عمرو أديب أدلى بتصريحات مثيرة جدا نقلتها الإذاعة السعودية منذ قليل، فاجأ بها الجميع بعد فوز النادي الأهلي على سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين في بطولة الدوري المصري الممتاز. عمرو أديب قال في تصريحاته: إيه اللي الأهلي بيعمله ده يا جماعة؟ هو الأهلي ناوي على إيه؟ ابتدت المباراة والأهلي كان شكله وحش قوي، وقلت سيراميكا إن شاء الله هيعملها مع الأهلي، وهتبقى دي أول خسارة للأهلي في أول ماتش في الدوري. لكن كولر يسكت؟ لا، مسكتش. كولر اللي هو داهية في الشوط التاني يعمل تغييرات، والاقي قفشة في أرضية الملعب، والاقي الدنيا كلها اتغيرت، الاقي الدنيا النادي الأهلي ماسك سيراميكا غسيل ومكواجون في التاني في التالت في الرابع لحد الخامس. ده كان فاضل شوية ويجيب السادس. وأيمن الرمادي أنا كنت مفكره هيعمل مباراة كبيرة قدام النادي الأهلي ويقدر يكسب النادي الأهلي، بقى واقف يا عيني على الخط مش عارف يعمل ايه. ما بقاش عارف يلاحق من وسام ابو علي اللي جاب جونين ولا من الشحات اللي جاب جونين. ده الاتنين ناويين يبقوا هدافين الدوري. من البداية كده انا ابتديت اترعب يا جماعة، انا ابتديت اخاف والله من الاهلي. الاهلي كده مش هيسكت، واللي هيجي قدامه هيمرجحه. العنوان كده بالخط العريض: الاهلي بيقول اللي هقابله مش هسيبه، وكولر بيقول اللي هقابله فعلا هديله على قفاه. ده الاهلي السنه دي ناوي على نيه سودة لكل فرق الدوري. خلي بالك الاهلي ناوي فعلا على الزمالك، مش يسيبه السنه دي، يفكر حتى في المربع الذهبي. سواء بقى اسماعيلي هيجي قدامه سواء زمالك ايا كان مين، في النهايه اهم حاجه بيفكر في المكسب وخلاص. ده الاهلي والله بقى صعب قوي وما بقاش سهل خالص. عمرو اديب عبر الاذاعه السعوديه منذ قليل قال لك كمان ان الاهلي خد 3 نقط مهمه جدا من سيراميكا. الاهلي ما بيتغلبش اصلا. انا مش عارف سر الخلطه في الفريق ده ايه، لا الفرق المحليه قادره تفوز عليه ولا حتى الفرق الافريقيه ولا حتى الاسيويه. وشفنا كلنا الاهلي قدام العين الاماراتي وازاي الاهلي روق فريق العين، وطبعا الاهلي روق قبله الزمالك. يعني حتى الفرق الاسيويه ما بتقدرش هي كمان على الاهلي. السنه دي فعلا هنشوف فيها ماتشات غريبه قوي، مش زي الزمالك اللي فاز امبارح على البنك الاهلي بالعافيه وركله جزاء مشكوك في امرها. الصراحه يعني لولا الاحتواء كنا خرجنا من المباراه بتاعه الاهلي متعادلين، بس الحكم كان قلبه حنين شويه علينا وعلى لعيبه الزمالك اللي مش حاسين واللي فاكرين الاهلي السنه دي مش هياخد الدوري. لا، ده دي البطوله المفضله للاهلي، ونازل وبيقول لهم انا موجود، واللي هيجي قدامي انا مش هسيبه. مهما احسد في لعيبه الاهلاويه ما بيتحسدوش. قولولي اعمل ايه عشان اللعيبه تتهد شويه.